الباعة الجائلين. الباعة الجائلين انا هذا نداء كذلك للسيد الباشا، حنا كما كنقولوا هاد الباعة الجائلين يعني المسؤوليه ديالهم كانت مرتبطه بجهتين، المجلس وكذلك السلطه. المجلس خصو يوفر المجال ديال الاشتغال، والسلطه كتعاود كتعمل على الحمايه ديال الباعة الجائلين والتنظيم ديالهم. اذا الحمايه والتنظيم كنظن الدور ديال السلطه، ولكن المجال ديال الاشتغال وتوفير العقار الى غير ذلك هو المجال ديال الجماعه. انا تنقول الا خدينا بيران زاران كنموذج، في المجلس السابق حاولنا اننا نديروا كراس ودوك الباعة الجائلين كلهم تجمعوا على اساس تحطوا في ديك الاماكن من المؤسسات التعليميه، وكاين وثيقه الجمعيه ثانيه على انه غينتقلوا دوك قد تقروا تما وغيدخلوا كاملين دوك المقرات ديال بيران زاران. فاذا شنو وقع من بعد؟ اذا هنا الجماعه وجدات العقار وجدات الاماكن فين يدخلوا، ولكن شنو وقع من بعد؟ كلشي باع المحلات ديالو باثمنه باهظه، 25 مليون 30 مليون باش باع ورجع الكروسه ديالو بلاصتو. وهذا محضر. انا كنت كنتمنى، انا ماشي ضد شي واحد، ولكن كنتمنى انه راه واخا نفكروا نلقاو مجالات اخرى ديال الباعة الجائلين وتحطهم فيما حطيتي، راه كون مأكدين بانهم عمرهم ما غيساليو وعمرهم ما يتقاداو طونكو هذه المساله كاينه. انا كنطالب السلطه ترجع هذوك الناس اللي تما تقول لي راه ليا باش انت تما واش تريد القرعه غتلقاه ماشي هو، اعطيني باش انت موجود باش. اذا هنا كنظن الدور ديال السلطه، وبالتالي كنتمنى مع السيد العامل الجديد ياخذ هذه المبادره ويقوم بالتنظيم ديال هذه المسائل. نعطي واحد المساله هنا في قنيطره واقع، لي مول مبنيين، كينيطره مول، خبازه مول، خبازه الاخر اللي تحت مول، هاد لي مول كاملين خاويين في السونتر فيل كلهم خاويين. علاش خاويين؟ لانه الانسان انا غنمشي نشري محل ب 30 مليون ب 40 مليون 50 مليون ونطلع 3 ايطاج و 2 ايطاج ونجلس نسايل الكليان يطلع عندي، في حين داك الكليان ولا المواطن كيدوز في الشارع كيلقى السلعه كلها محطوطه في الشارع. علاش غيطلع هو المول؟ علما ان هذاك البائع الجائل ما كيخلص حتى حاجه، لا ضريبه لا تخربيق لا حتى شي حاجه ما مستافده منه الدوله. ولهذا انا كنقول، راه قال سبقني مرشح قبل مني عضو قبل مني قال بانه راه الباعة اللي كنقول جائل راه هما، انا مشينا لاوروبا شفناهم، كتلقى بائع جائل هو اليوم حاط في هذا الشارع في هذه المدينه، غدا بحال البائع الجائل كيقولوا هما الاسواق النموذجيه اللي عندنا في البوادر. هذاك هو البائع الجائل، كيجلس نهار ولا كيجلس واحد المده زمنيه في خلال يوم او في خلال نهار او يومين في الاسبوع وكينتقل. اذا راه الرئيس انا كنقول قبل ما نفكروا في الباعة الجائلين عندك هذا التحويل، عندك واحد المكان اللي مهم وكارثي هو سوق الجمله. سوق الجمله خصو اصلاحات، سوق الجمله الطواليطات ما فيش. سوق الجمله مشيت لواحد الجهه كلها راه ما ديري يدك في نيفك باش تشوفي داك الشيء. الباعة الجائلين سميتو التجار ملي غيجونا التجار مكرفسين تما، الشتا كتقطر عليهم، الضو ما كاينش، سميتو واحد الفوضى كاينه تما من طرف واحد المنافسه كثيره عندهم، ويكون في علمك والساده راه الارض الخضراء وداكشي اللي كيجيبوه الباعة الجائلين وراه ما تيدخلش لا كري. الا خدينا غير المسيره سيري وقفي تما وشوفي المسيره الكاميونات اللي كيجيو يحطوا الخضر تما وبالليل، وماشي قنيطريين وما كيحط السنك وما كيساهم حتى في شي حاجه، تيحط سلعته تيحطها لذاك البائع الجائل في الزنقه كيبيع كلشي غدا الكاميونات اخرين كيجيو، ولا كري كينشوا الدبان ولا مونداتير مطلوب عليهم يخلصوا الواجبات ديالهم ولا يخلص يعني حقوق الجامعه راكم عارفينها، وهذا هو ما كيصور حتى شي حاجه. ولهذا انا كنقول هذا الملف ديال الدعم ديال اللي غيمشي للباعة الجائلين كنظن خصو ينتقل ويمشي لدعم لسوق الجمله. نقطه اخرى ما تكررتها